ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده باختصار كده هنتكلم على امر alter table. تمام، هو امر تابع للداتا ديفينيشن لانجوج. طب مسؤول عن ايه بالظبط؟ بعدل فيه الداتا بتاعت التيبل، يعني ممكن اعدل اسم التيبل، ممكن اعدل كولوم في التيبل. طب اعدل كولوم يعني اعمل فيه ايه بالظبط؟ ممكن اغير اسمه، ممكن اغير في الداتا تايب، ممكن كمان اغير في الكونسترينز. تمام، او اضيف كونسترينز. خلينا نبدا خطوه خطوه ونبدا. في البدايه انا كريت تيبل، او تعالى نكريته لان انا مكريتوش صراحه. رن الكود على الجزئيه دي. حلو خالص. لو انا سالتك سؤال دلوقتي وقلت لك عايزك تغير لي اسم التيبل ده، تمام، يعني مثلا يوزرز خليه يوزر، او ايا يكن يعني سميه يوزرز تضيف حرف اس براحتك. طب دي هتعملها ازاي؟ هتستخدم الامر اللي اسمه alter table، بعدين تكتب اسم التيبل القديم وتستخدم الكي وورد اللي اسمها rename. تمام، واحط اسم التيبل الجديد. يعني انا هنا في الاكزامبل ده، يعني تعالى نعمل ريفرش هنا. انا عندي تيبل اسمه يوزرز اهو. تعالى نمسح ده بس عشان ما تتلخبطش. طيب، دروب تيبل كده على السريع اهو. باسورد مثلا، انا عندي تيبل اسمه يوزرز، انا عايز اغير اسمه ليوزرز بس ضفت حرف اس زياده. عادي، كتبت التر تيبل واسم التيبل بعدين رينيم لكذا للاسم الجديد اللي هو اسمه يوزرز. طب تعال نرن ونشوف هيحصل ايه. انا كده رنيت وعمل لي صح، فالدنيا سليمه. تعال نعمل ريفريش اهو، ضاف حرف الاس. طب تعال نرجعه نفس الموضوع عادي، يعني انت اهو يوزرز وتمسح الاسم هنا عشان ترجعه لاصله. عادي، تعال نعمل ريفرش. بالظبط، رجعته زي ما كان. يعني alter table وكي وورد اسمها rename مسؤول عن ان انا اغير الاسم بتاع التيبل، وكمان هستخدمها فيما بعد rename عشان اغير اسم الكولوم. طيب، انا دلوقتي عايز اضيف كولوم جديد، هستخدم كي وورد اسمها add. طب هستخدمها ازاي؟ نفس الفكره. يعني بص، انت الاسطمبه دي ثابته، alter table واسم التيبل، وبعدين بتحط الكي وورد المسؤول عن الحاجه اللي انت هتعملها بالظبط. يعني انا هنا هعمل add لكولوم جديد. تمام، فانا هعمل اد بقول لك كولوم، فاكتب كلمه كولوم. تمام. طيب، انا هضيف كولوم، فطبيعي ان انا بكتب اسمه، واجباري ان انا بكتب الداتا تايب بتاعه. ما ينفعش كولوم من غير داتا تايب. فانا كتبت مثلا الادرس، هضيف كولوم اسمه الادرس. يعني تعالى نشوف اليوزر في ايه. يعني انا لسه عامل فوق كنت حاطط فيه الاي دي وفيه النيم اهو. شايف؟ ادي الاي دي وادي النيم، ده عباره عن انتشر وده فارتشار. تمام. طيب، انا دلوقتي بقول له ضيف لي كولوم اسمه ادرس والداتا تايب بتاعه فارتشار. طيب، هل ينفع اضيف كونسترين كمان؟ اكيد ينفع. يعني مثلا عايز نوت نال ما يكونش فاضي اهو، عادي ما جابش اي رنج او عمل حاجه. تعال نرن ونشوف. انا لو رنيته دلوقتي، تعال نعمل ريفرش هنا اهو، ضافه لي. طيب، هل كان اجباري اجي اضيف الكونسترين؟ لا، مش اجباري، اختياري. بس انت طالما ضفت كولوم يبقى اكيد لازم هتضيف داتا تايب. انما حته الكونسترين مش اجباري وبراحتك. طيب، هسالك سؤال تاني. هل كولوم دي لازم تكون موجوده هنا؟ يعني عادي لو مسحتها؟ عادي اهو، مش هيحصل اي حاجه. تعال نضيف كولوم جديد لنفترض اسمه ايميل. تمام اهو. عادي، شايف؟ يعني كلمة كولوم هنا مسحتها، رن عادي. يعني هي كلمة كولوم اوبشن براحتك، عايز تضيفها تضيف، مش هتضيف ملهاش أي تأثير. كذلك برضو الكونسترين، عايز تضيفه ضيفه، مش عايز تضيفه براحتك. بس أكيد ليه تأثير، يعني ده ليه تأثير لو اتضاف أكيد. طيب يا عم، أنا عملت كولوم وزهقت منه مش عايزه، هعمل إيه؟ هستخدم الكي وورد اللي اسمها دروب، نفس الموضوع. تعالى بس الحتة دي عشان تركز معايا في الجزء ده. أنا هنا بكتب نفس الاسطمبة دي اللي هي alter table ويوزرز، أو اسم التيبل يعني اللي أنا شغال عليه. وبعدين الكي وورد اللي اسمها دروب، أنا همسح كولوم، بعدين بكتب كولوم واسم الكولوم اللي انا هحذفه. واضحه؟ يعني انا هحذف ادرس خلاص مش عايزه، او تعالى نحذف ميل مش عايزه. تمام، فلو رنيته هيحذف عادي. طيب، تفتكر لو مسحت كلمه كولوم هل هتاثر؟ لا، ملهاش اي تاثير اهو. عادي، تعالى نرن ومسحه عادي اهو. المفروض كان اتضاف. يعني انا لما رنيت الجزء ده، تعالى بص، لما اضيف ايميل المفروض ريفرش اهو، ده فول. طيب تعالى نيجي نعمل له دروب اهو، هيمسحه لي. تمام، يبقى نفس الاسطمبه، بكتب alter table واسم التيبل اللي انا شغال عليه، بعدين الكيورد المسؤول عن الشيء اللي انا هعمله. يعني انا هعمل دروب لكولوم اسمه ميل، وطبعا يعني تكتب كولوم ما تكتبهاش دي حاجه ترجع لك. طيب، الامر اللي بعدين، انا خلاص يعني عملت الكولوم، عايز اسميه او عايز اعمل له اعاده تسميه. كتبت الاسم غلط يا عم، عايز اعدل الاسم. يعني مثلا احنا لسه كنا عاملين كولوم، انا مسحت الميل. طب انا دلوقتي معايا الادرس. طيب، انا عايز اغير الادرس. مثلا نفترض ان كانت الاس دي زياده، عايز يعني اصلحها. طيب هعملها ازاي؟ نفس الموضوع، نفس الاسطمبه الجاهزه دي اللي هي alter table واسم التيبل اللي انا اشتغل عليه، بعدين الكي وورد اللي انا عايزها. يعني انا هنا عايز اعمل رينيم. تمام، بعدين بحط كلمه كولوم لان انا هغير كولوم، هعدل اسم. يعني اللي انا هغيره ده بالظبط كولوم.
فاكتب كلمه كولوم واكتب اسم الكولوم اللي انا هشتغل عليه او الاتريبيوت اللي انا هشتغل عليه اللي هو ادرس هنا، و2 كذا اللي انا هغيره. تمام، يعني انا لو رنيته هيشتغل عادي. تعال نرن اهو، يبقى هو كده اتغير، هيشيل حرف الاس اللي في تاني ده. يعني تعال نعمل ريفريش اهو بالظبط شاله. طيب تعال نرجعه لاصله، يعني امسح اس هنا او اس عادي، رجعته زي ما كان. طب تفتكر هنا لو مسحت كولوم عادي؟ لا هنا مش عادي، لسبب ان انت عندك كيورد تاني اسمها تو. تمام، فانت مضطر ان انت تحط كلمه كولوم. اوكي، يعني هنا مش هينفع تمسح كولوم عشان كيورد اللي اسمها تو. فانت بتحط يعني انت يعني انت بتكتب رينيم كولوم، بعدين اسم الكولوم، وبعدين التسميه الجديده اللي انت عايزها. طيب حلو، خلينا نكمل. طيب انا مثلا آه كتبت الداتا تايب غلط مثلا، نفترض مثلا الادرس ده ما كانش فارتشار، كان انا عايز اخليه تشار عادي. طيب هعملها ازاي؟ استخدم الموديفيكيشن او موديفاي. طيب بعملها ازاي؟ بكتب alter table عادي، نفس الاسطمبه برضو بنفس الموضوع، وبكتب كلمه موديفاي سهله. بكتب الاسطمبه الجاهزه بعدين الكيورد اللي انا استخدمه. وهنا انا زي ما قلت لك انا هعدل كولوم، او التعديل ده هيكون على كولوم، فاكتب كلمه كولوم ده طبيعي، بعدين اسم الكولوم، بعدين الداتا تايب اللي انا عايز اغيرها. يعني انا عبس اللي انا كاتبه اللي هو ادرسنت خليها تشار. تمام، وتكتب مثلا نفترض 50 كاركترز. حلو، تعال نرن ونشوف. لو رنيت انا دلوقتي اهو عادي، جاب صح معايا وبشتغل وسليم. طب انا عايز ارجع فارتشار تاني اهو عادي، بس كنت عايز ارجع فارتشار وهمسح لك كلمه كولوم. هل عادي هنا؟ اه هنا عادي، لان انت مفيش كلمه مرتبطه بكلمه كولوم. يعني في الاكزامبل اللي فات كانت كولوم 2، فبتحط القديم زائد الاسم الجديد اللي انت عايزه، فانت ما كانش ينفع تحذف. فلو رنينا دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ رن عادي وتمام التمام. طيب في ايه تاني؟ بس يعني بفضل ان احنا نكتفي لحد هنا، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم على الالتر بالنسبه للكونسترينس، ازاي هيضيف كونسترينس وازاي تعدل كونسترين وهكذا. تمام، يبقى احنا في الفيديو ده باختصار كده اتعلمنا ازاي نغير اسم الجدول، وكمان ازاي نضيف عمود جديد للجدول، وازاي نحذف العمود اللي احنا ضفناه، وكمان ازاي تغير اسم العمود والداتا تايب بتاعته. وايه بس، ان شاء الله في الفيديو الجاي هيكون عن الكونسترينس.